بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. اليوم إن شاء الله سنتناول سيرة أعظم رجل خطت قدمه الثرى، سيرة رجل نهل العلماء من معينه وصارت الشعراء في مدحه بينما جف قلم الأدباء في مدحه. هذا النبي العظيم الذي يحتاج إليه كل إنسان هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والسؤال اللي كيطرح نفسه: ما حاجة الناس إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الغاية من دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الغايات كثيرة جدا، وهو أن نجعله قدوة لنا ونموذجا في حياتنا في جميع المجالات، سواء على المستوى الأخلاقي، التربوي، النفسي، الشخصي، العقدي، التعبدي، السلوكي. كل مجالات الحياة شملتها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شنو هي السيرة النبوية؟ السيرة النبوية بكل بساطة وبكل عجالة هي كل أخلاق وكل حياة النبي قبل وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام. كثير من العلماء تناولوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك مثلا الذي تناول من الناحية التاريخية وابن كثير رحمة الله عليه، هناك من تناول من الناحية العقدية محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هناك من تناول من الناحية الفقهية الإمام ابن القيم رحمة الله في كتاب زاد المعاد، هناك من تناول من الناحية اللغوية ابن هشام الأنصاري في 4 مجلدات، وهناك من تناول من الناحية الحديثية هو الإمام الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كثرت الكتابة عنه، ولكن سنقتطف من كتاب الله اللي هو أصدق كتاب على الإطلاق كيف تكلم القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا المنطلق ستكون انطلاقتنا إن شاء الله تعالى لبيان أهم المعالم والمحطات الرئيسية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هو النبي من خلال القرآن الكريم؟ وهذا سنرجئه إن شاء الله إلى حصة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.